بيراميدز يقسو على الاهلي ويكسب 3-0. الاهلي ما استغلش تعادل الزمالك مع انبي خالص. كان في ماتش غريب قوي من الاهلي الصراحه. لعبوا شوط اول كويس نسبيا وكانوا بيلعبوا بيراميدز صح. الشوط الثاني كل حاجه اتغيرت. كالعاده من ساعه ما يستروب جه مسك الاهلي بيلعب شوط واحد بس. الاهلي نزل ضاغط في اول الماتش، بس بعد اول 5 دقايق بيراميدز بدات تمسك كوره وبداوا يدخلوا الماتش. الماتش كان فيه تدخلات قويه قوي الصراحه. الشوط الاولاني الاهلي الشوط الاولاني كان بيلعب بيراميدز صح قوي، كان سايب لهم الكوره وقافل المساحات وبيلعب على التحولات. في الدقيقه 31 فرصه خطيره قوي للاهلي، عرضيه من طاهر وكالعاده تريزيجيه من دماغه. في ميس باص كتير قوي من دفاع الاهلي. ديونج ملوش دور في الملعب خالص، بيجري بلا هدف، المدرب مش محفظه حاجه. ارضيه الملعب برده كانت مرشوشه جامد قوي، كان في لعيبه كتير قوي بتتزحلق في الملعب. زيزو كانت قراراته كلها غلط في الملعب، وديونج لازم يخرج الشوط الاولاني. الكلام ده كله عن الشوط الاولاني. في برده حاجه ملحوظه الصراحه، اول مره من فتره تلاقي عدد كبير قوي من مجلس اداره الاهلي في الملعب. اسلام مهدي كان اتكلم كتير قوي على الحوار ده، وعنده حق الصراحه، لازم يكونوا موجودين. الشوط الثاني في الدقيقه 54 كره خطيره قوي برده من تريزيجيه بنفس الطريقه بس عدت من جنب الجول. زي ما قلنا زيزو كلها قراراته غلط. في الدقيقه 55 كره هو والجون ولعبها بالعرض بطريقه غريبه قوي. الماتش حلو قوي الصراحه الشوط الثاني. في الدقيقه 57 بيراميدز ضيعت كره خطيره قوي، الجون فاضي يعتبر بس ياسر ابراهيم شالها من ناصر ماهر. في الدقيقه 70 بيراميدز تجيب الجون الاول عن طريق فيستون مايلي من ميس باص غريب قوي من ياسر ابراهيم. في ميس باص كتير قوي في ثلث الملعب الدفاعي للاهلي، ومفيش نمط للخروج بالكوره. هم عايزين يحاولوا يخرجوا بالكوره بس مفيش نمط، ده اللي مخلي اللعيبه تعمل ميس باص. لو اللعيب متحفظ صح ازاي يطلع بالكوره ما كانش حصل كل الميس باص ده. الاهلي عدل النتيجه بسرعه قوي الدقيقه 72، جول من تريزيجيه اسيست من بن شرقي، بس الجون طلع اوفسايد في الاخر. في الدقيقه 76 بيراميدز تجيب الجون الثاني عن طريق فيستون مايلي برضه من كوره فيها لخبطه، وفي سباق سرعه ما بينه وبين ياسين مرعي ويجيب الجون، بس الجون حلو قوي الصراحه. في الدقيقه 83 بيراميدز ضيع برضه كوره خطيره قوي من ركنيه، وفي الدقيقه 93 من ضربه جزاء على زيزو كريم حافظ يجيب الثالث. الصراحه يعني مفيش تعليق على اداء الاهلي واداء المدرب وكل الكلام ده. في حاجات كتير قوي لازم تتغير في الاهلي، سقف مرتبات واللعيبه بتلعب عشان الجنيه. عمر ما كان الاهلي كده الصراحه. حاسس ان الاهلي دلوقتي بقى تركه، الناس بتعمل فيه اللي هي عايزاه. في الاداره كل واحد فيهم يبص لمصلحته بس. بالنسبه لكم مين كان اوحش واحد في الماتش النهارده؟ انا بالنسبه لي كان زيزو وديانج الشوط الاولاني. عرض ركله جمهور الاهلي العظيم، نتيجه كبيره، بس اكيد الموسم اللي جاي كل حاجه هتتغير.